أكلتنا لليوم خبز البالون بهيدا الشكل الحلو والمرتب والطعم الطيبة وبمكونات موجودة بكل بيت، مكونات سهلة. نتيجة بتجنن. مشو انتو بالمقادير وبالمراحل اللي بدنا نحكيها هلا بتطلع معكم ناجحة، وبتحشوها مثل ما بدكم، بجبنة، بمرتديلا، بالدجاج، شو بشوكولا بالبدكن. منا كباية ونص حليب فاتر، ملعقة خميرة، ملعقة سكر، بنحركن، نحط فوقهم كبايتين طحين مننخلن. اهم شي تنخلوا طحين، نص ملعقة ملح صغيرة، نحطهم بالعجانة وبنخلطهم مع بعض كتير منيح. يصيروا هيك بهيدا الشكل. بنضيف نرجع عليهم كبايتين طحين كمان وبنخلطهم. نرجع بنحط فوقهم ملعقة ونص من الخل الأبيض، بنعجنهم لمدة 5 دقايق بالعجانة، لمدة 7 دقايق على ايدنا. هيك بتطلع النتيجة. لازم تكون العجينة طرية وما بتلزق. اوكي، شايفين ما شاء الله ناعمة وطرية وما بتلزق، بتجنن العجينة وكتير سهلة، ومكوناتها كمان موجودين بكل بيت. بنحطها بالجاط، بنغطيها وبنحطها على جنب لمدة شي نص ساعة ليتضاعف حجمها. اوكي، بعد نص ساعة بنقطعها ل5 قطع، بنرجع بنحطها، بنغطها بحليب، وبنرجع بنغطها بسمسم، بنرجع كل قطعة بنرقها ونقطع كل قطعة 4 قطع. يعني القطعة اللي بتصير دائرة نقطعها بلاس بالنص، بيطلعوا معنا مثلثات. بنحطهم قبل ما نغليهم بنريحهم لمدة 10 دقايق. بنحطهم بزيت مثل ما انتو شايفين، يكون الزيت حامي، نار وسط، اعلى من الوسط بشوي. نخليهم هيك لياخدوا اللون الحلو. بنصير نحط عليهم بالزيت بالملعقة كرمال تنفخ معنا الخبزة، تعمل معنا مثل البالون مثل ما انتو شايفين. شوفوا ما شاء الله النتيجة، شوفوا كيف من جوا رائعة. مش ماصة زيت، ناشفة من جوا، النتيجة بتجنن. هون حطيت انا مع جبنة وبندورة وخس طيب كتير. وفيكم كمان تحطوا مع مرتديلا وكبيس وبندورة وخس. فيكم تحشوها بشوكولا، تحشوها بالدجاج، بيتون ومايونيز، انتو مثل ما انتو بدكن. عندكم جميع الاختيارات. هيدي هي النتيجة. الطعمة رائعة، بنصحكم تجربوها وسهل كتير. عملوا لايك للفيديو وحركة الاكسبلور، وعملوا كومنت وشيروا للأصدقاء. جربوها وصحتين.